الكبة الشامي أو الكوبيبة الشامي من أشهر وألذ الأكلات الشامية. صنف عمره أكتر من 80 سنة، طعمه لذيذ، كمان شكله في التقديم شيك جدا، وبنلاقي ان مطاعم وفنادق كتير بتعتمد على الكبة الشامي كنوع من انواع المقبلات. الكبة الشامي لازم تكون موجودة كصنف اساسي في رمضان وفي العزومات لانها بتشرفك جدا، كمان لانها مكوناتها بسيطة جدا ما فيهاش اي تعقيد ومتوفرة في كل بيت. وده اللي انا بعتمد عليه في معظم فيديوهاتي، اني اقدم اصناف مكوناتها بسيطة عشان اشجع متابعيني الغاليين انهم يقوموا يجربوها. عاوزة اقول لكم انكم لو اعتمدتوا على الطريقة والمقادير اللي في الفيديو بالظبط هتطلع معاكم ناجحة جدا من اول مرة ان شاء الله. قبل ما ابدأ في طريقة الكبة الشامي، اللي ما يعرفنيش انا الدكتورة سمسمة، ودي قناتي قناة صحة وجمال وطبخ، اللي بقدم لكم فيها سلسلة حلقات متتالية عن الصحة ووصفات للجمال والطبخ للمبتدئين. ويلا بينا نبدأ حلقتنا ببسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. ونبدأ في المقادير بسرعة. عبارة عن كيلو من البرغل الغامق بنقعه في مية وبصفيه، كيلو من اللحمة بقسمه على نصين، قطعتين من البصل المتوسطين. البهارات عبارة عن ملح، فلفل، بابريكا وكمون. بحط نص كيلو اللحمة على البرغل زي ما انتوا شايفين، وبحط كمان التوابل كلها مرة واحدة، وبنزل بقطعتين البصل، وبقى ميكس الخليط ده بإيدي بشكل عشوائي كده علشان ابتدي احطه في الكبة. عملت له ميكس بايدي وحطيته جوه الكبة. عايزه اقول لكم ان انا فرمت الميكس دوت 3 مرات علشان يطلع معايا بالنعومة اللي هتشوفوها دلوقتي، لان عندي الكبة ضعيفة شوية، فلو انت عندك مفرمة او كبة اقوى خلاص هي ان شاء الله من اول مرة، بس انا بالنسبة لي فرمتها 3 مرات لحد ما طلعت بالقوام اللي انتوا شايفينه كده، ناعمة خالص. سر من اسرار الكبة ان انتي لازم تعجنيها لفترة طويلة كويس جدا. لو لقيتيها مش واخدة معاكي القوام ده تبتدي تحطي شوية مية وتبتدي تعجني بايدك، بس المهم في الاخر لازم تبقى واخدة شكل يعني زي ما بيقولوا كده فيها تلزيقة شوية، هو ده القوام المطلوب. وغطيتها بكيس بلاستيك وهبتدي اعصج اللحمة. علشان اعصج اللحمة قطعت بصلة متوسطة ونزلت بيها في زيت سخن، زيت ذرة طبعا، ممكن كمان سمنة حسب يعني ذوقك. استنيت لما تصفر بالشكل ده ونزلت باللحمة المفرومة. عايزة اقول لكم ان دي الطريقة الصحيحة عشان اعصج اللحمة. يعني نزلت باللحمة وهبتدي اشوحها كده لحد ما اللون الوردي دوت يضيع وتاخد لون اغمق. في ناس بتعصج اللحمة بطريقة مختلفة، هو انه اول ما بتنزل باللحمة تنزل عليها بالمية على طول، ده بيديني طعم وحش في النهاية او مش الطعم المطلوب. انا مش بسلق اللحمة المفرومة يا جماعة، انا لازم الاول اديها تشويحة واغير لونها للون اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده ابقى اضيف المية. الاول هنزل بالتوابل، عبارة عن فلفل اسود فقط وملح، مش هحط اكتر من كده توابل عشان ما ضيعش طعم الكبة او ما ضيعش طعم اللحمة فيها، اديله طعم مختلف. انا عايزة اللحمة تحتفظ بطعمها المعتاد في الكبة. وبنزل بالمية في هذه الاثناء. بقى ما اللحمة بتتعصج جبت طبق وحطيت فيه شوية مية وحطيت فيه معلقة نشا. النشا دي هي اللي هستخدمها في تشكيل الكبة زي ما انتوا شايفين، او الكوبيبة الشامي. النشا بتساعد ان انا اعرف اشكل الكوبيبة صح، وان هي تمسك معايا ما تفكش في الزيت لما اجي احمرها بعد كده. ابتديت اشكلها زي ما انتوا شايفين بايد، بعمل فراغ كده او فتحة، وبالايد التانية بحاول اجمع الكبة بحيث تاخد الشكل الدائري اللي انتوا هتشوفوه معايا. تركة تانية من تركات الكبة هو انه على قد ما تقدري خلي السكنس او السمك بتاع الكبة اللي من بره الخارجي دوت يبقى بسيط جدا علشان تقدر تستوي من جوه وما تحسيش فيها ان هي نية.
عشان تقدر تستوي من جوه ومن بره صح. فعلى قد ما تقدري السكنس او السمك ده يبقى قليل رفيع جدا على قد ما تقدري. وابتديت ان انا اشكلها باستخدام المية بالنشا اللي قدامك، وابتديت اعمل لها ال يعني زي ما بيقولوا كده الحتة اللي من فوق والحتة اللي من تحت دي، الشكلين الحلوين قوي دول اللي بيتميز بيهم الكوبيبة الشامي علشان تديني الشكل الجميل قوي ده. وابتديت اعملها، سامحوني بقى يعني انا هنا قلعت الجلافزات علشان اعرف اتحكم في تشكيل الكوبيبة، بس انتي لو بتعرفي تعمليها بالجلافزات مفيش اي مشكلة، انا بس عشان اقدر احس بالسمك واقدر ان انا اشكلها صح. على قد ما بقدر بعمل الفتحة والتجويف اللي انتوا شايفينه ده، وبحط لحمة طبعا مفرومة، يعني مش بزود الكمية عشان برضو اعرف اتحكم فيها والمها وتتلم معايا، ما يبقاش فيه لحمة يعني ما تفتحش مني واللحمة المفرومة تخرج. فبحط كمية بسيطة من اللحمة المفرومة وبشكل الكوبيبة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي يا جماعة بعد ما بتتحمر بيبقى شكلها رائع، هتشوفوها معايا دلوقتي شكلها فعلا في منتهى الجمال. لو حطيتيها على السفرة بتشرفك جدا وبتبقى يعني زي فاكهة السفرة كده. لو اتحطت في المطاعم بتبقى برضو شيك جدا مع الاكل، تعتبر مقبلات زي ما قلتلك في البداية. انا عملت معاكم اكتر من واحدة علشان اوريكي بالظبط ان هي سهلة في التشكيل، سهلة ان انتي تتحكمي فيها بجد يا جماعة. يعني لو عملتيها بالطريقة دي بالظبط هتطلع معاكي مظبوطة حتى لو انتي مبتدئة في الطبخ يعني. ولمتها زي ما انتوا شايفين، واخده لازم معايا تبقى زي ما يكون ملزقه كده ملبكه زي ما بيقولوا، لازم القوام ده توصلي ليه. ونعمتها زي ما انت شايفه كده، السطح بتاعها ناعم جدا ولا فيه بقايا برغل ولا حاجات مكلكعه ولا اي حاجه، علشان عجن كويس وضرب كويس. يعني فرمتها كويس في الكبة وعجنتها كويس. دي الكمية اللي طلعت معايا من المقادير اللي قلتها لك. طبعا كمية تكفي ان انتي تعملي وجبة محترمة، وكمان تشيلي منها في الفريزر مفيش اي مشكلة. اللي يتبقى منك شيليه في الفريزر وهيطلع مظبوط كأنه فريش، مفيهوش اي مشكلة، تسيبيه بس يفك وهيطلع فريش. طبعا لازم عشان اجي احمرها اعمل الاختبار اللي انت شايفاه ده، بحط حته من العجينه كده، لازم تديني الشكل ده، لازم الزيت يبقى سخن وتديني المنظر ده، غير كده هتفك منك في الزيت وهتديكي يعني نتيجه مش لطيفه ابدا. وصلت بالزيت لمرحله الغليان اللي انتوا شايفينها دي، وبنزل الكوبيبه الشامي وبوطي بهدي النار وبسيبها بقى تستوي جدا، يعني علشان برضو ما تبقاش نية من جوه. سبتها تستوي براحتها خالص، وابتديت احرك بالمعلقه كده حاجه بسيطه، ما نزلتش بكميه كبيره عشان ما تلزقش في بعض وتتعبني في ان انا احاول اقلبها. نزلت ب3 كده كميه بسيطه علشان اضمن ان هي تستوي وفي نفس الوقت اعرف احركها ما يلزقوش في بعض. ابتديت احركها كده بالمعلقه شويه علشان يعني تطلع من المصفى. زي ما انت شايفه انا حطيتها جوه مصفى عشان اعرف اتحكم فيها. صعب جدا ان انت تحطيها من غير مصفى، لانه مش هينفع اشيلها بماسك. الماسك بتاع المطبخ ده صعب تشيليها بيه علشان ما يبوظش الشيب او الشكل بتاعها. ابتديت احركها بالمصفى زي ما انتوا شايفين عشان تبقى سهل عليا احركها وسهل عليا اصفيها. اول ما تاخد اللون الذهبي دوت تستني برضو عليها تغمق شوية لحد ما تتأكدي ان هي استوت خالص، وببتدي اطلعها. زي ما انتوا شايفين كده طعمها رهيب، والله طعمها جميل جدا، صدقيني تجربة مش هتندمي عليها ابدا. مكوناتها بسيطة جدا، اعتقد انه كل بيت فيه لحمة مفرومة في الفريزر، كل بيت ممكن يبقى عندك برغل كده كيس ناسياه كده، وطبعا بس وبصل، مفيهوش اي حاجة تانية. بمجرد ما حطيتي العجينة دي وطلعتيها من الكبة مش قادرة اوصفلك ريحتها جميلة قد ايه. ريحتها فعلا فعلا تحفة. اول ما البصل بيتضرب مع اللحمة مع البرغل مع التوابل رائعة. انا هبتدي احمر كمية كويسة علشان الولاد، على فكرة الولاد هيحبوها جدا جدا وهيتبسطوا منها جدا جدا، لانها سهلة. حاجة كده عارفة يعني تشبه شوية
الكفتة الرز بتاعتنا بس اجمل لانها اقيم، جواها لحمة مفرومة. ودي كانت النتيجة. شيك جدا في تقديمها، طعمها رائع. ابتديت بقى افتحها من جوه واشوف الجمال بقى، مش قادرة اوصفلك. شايفة الجمال؟ يعني طعمها رهيب، مقرمشة جدا، مستوية من جوه. وجبة مشبعة جدا، هي قيمتها الغذائية عالية ومشبعة. يعني لو اكلتي حاجات بسيطة هتلاقي نفسك شبعتي جدا، والولاد اتبسطوا بيها جدا. السوريين او الشاميين ممكن بيقدموها مع شوربة عدس. طبعا المصريين بقى ليهم ذوق تاني، ممكن تقدميها مع اكتر من صنف، ممكن تقدميها مع مكرونة، سباكيتي، او اي حاجة حسب ذوقك انتي. انما اللي انا اقدر اضمنهولك ان شاء الله ان انتي لو مشيتي على الخطوات صح هتطلعي حاجة تحفة. تبقى جاهزة معاكي في الفريزر في اي وقت تطلعيها لضيوفك جنب اي اكلة، هتشرفك جدا. لو وصلتي للمرحلة دي اعملي لايك، لان ده اكيد بيساعدني بعد المجهود اللي عملته في الطبق الجميل ده. لو لسه ما عملتيش اشتراك، اعملي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وشير كتير عشان انتي تستفيدي وغيرك يستفيد. وهنا خلصت حلقتي، ليكم مني أرق التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.